في أعماق الأرض تحت خط المترو القديم زومبي مرعوبين عاشوا آلاف السنين بيخزنوا ريحة الملوخية جواهم، مستنيين صوت طشة يرجع عشان يصحوا من لعنتهم. أم شيماء عملت ملوخية على طريقتها، حطت طشة بالسن البلدي والثوم والشطة، وفجأة الطشة عملت صوت غريب وصل لعمق الأرض وهز أجساد الزومبي المدفونة. الأرض بدأت تهتز في محطات المترو القديمة، الركاب مرعوبين والنور بيقطع وزومبي بيخرج من بين القضبان، عينيه بتلمع وريحة الملوخية طايرة من صدره. في بيت عادي شاب دخل الحمام، قفل الباب وفتح الحنفية، وفجأة غطا عين الحمام اتحرك وخرج منه زومبي جسمه مبلول بالطين، وقال: فين الطشة يا أم شيماء؟ الناس بدأت تجري في محطات المترو والزومبي بيطلعوا من الحيطان والبلاعات، أي حد شايل أكلة فيها ملوخية بيتحول، الريحة بتخليهم يهيجوا زي المجانين. الجيش نزل يقفل خط المترو، بس الزومبي أسرع، بينطوا من محطة للتانية. واحد منهم عض راجل كان شارب شوربة فيها ريحة ملوخية وتحول في لحظة. باحث شاف بردية فرعونية مكتوب فيها: الطشة تفتح باب الملعونين، وفهم إن الملوخية هي المفتاح. الزومبي مش بياكلوا، هم بيشموا، وده كفاية يخليهم يقتلوا. أم شيماء خرجت للطريق بطاسة طشة مولعة ورشتها في الهواء. الزومبي اتجننوا، واحد بدأ يرقص والتاني وقع على الأرض يعيط، بس كان متأخر لأنهم زادوا. الجيش استخدم مدافع ملوخية وبدأ يرش الزومبي بطشة سخنة. الزومبي بيصرخوا وهم بيتسيحوا، وكل بيت مصري بقى بيطبخ ملوخية ويحارب بيها من الشباك. الدنيا هديت، بس في محطة عين شمس كان في برطمان ملوخية نسيه حد، وفجأة الغطا اتحرك وطلع منه صباع زومبي متعفن بيشم الطشة وبيضحك بخبث.